السياحة في أسوان يقبل الزوار على السياحة في مصر منذ عقود بعيدة، حيث منحها موقعها المتميز وتلاقي قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا عن طريقها. وإذا قلنا إن مصر بها آثارا لا حصر لها، فإن السياحة في أسوان تضم الكثير من هذه المعالم وما هو أكثر من الآثار التاريخية. وعلى الرغم من أن معالم مصر القديمة تختلف اختلافا تاما عن أي آثار تاريخية في العالم كله، فهي ليست بقايا مبان أو قصور أو معابد، بل إنها حضارة كاملة ما زالت معابدها بكامل رونقها وبهائها. السياحة في أسوان ليست فقط آثار قديمة، لكن يوجد الكثير من معالم أسوان الهامة، وتعتبر شمس أسوان الساطعة أهم معالم تلك المدينة الساحرة، حيث يفد إليها سياح أوروبا التماسا للدفء من صقيع بلادهم في فصل الشتاء. وأيضا تنتعش للسياحة العلاجية في أسوان وكذلك للترفيهية، وفيها المحميات الطبيعية والمناظر الخلابة والشلالات العظيمة، وأيضا السد العالي رمز كفاح ونجاح الشعب المصري من أجل التنمية والرخاء، علاوة على رحلات الكروز في أسوان. والآن حان موعدنا لزيارة مدينة من أجمل مدن العالم، مدينة أسوان، فهيا بنا. 1. معبدي أبو سمبل. يعتبر معبدي أبو سمبل من أهم معالم السياحة في أسوان، وتقع المعابد حاليا غرب بحيرة ناصر، أضخم بحيرة صناعية في العالم، ولكن ذلك لم يكن الموقع الأصلي للمعابد، حيث غمرت مياه نهر النيل العظيم ذلك الموقع بعد تحويل مجرى النهر أثناء بناء السد العالي. وقد تعهدت اليونيسكو بمساندة دول العالم في فك تلك المعابد ونقلها في اتجاه الغرب لموقعها الحالي. وقد شيد هذه المعابد بالملك رمسيس الثاني في عام 1244 قبل الميلاد. المعبد الكبير مخصص له، ويتصدره 4 تماثيل ضخمة للملك، وعند أقدامه يوجد تماثيل صغيرة تمثل أبناء الملك وزوجته وأمه. ويشهد المعبد حدثين هامين يتكرران كل عام، ويجتذب آلاف السياح لمشاهدة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك في قدس الأقداس، وهما عيد ميلاد الملك ويوم تتويجه على العرش. أما المعبد الصغير فهو مخصص للملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس ولعباده الآلهة حتحور، وتصميمه يقارب تصميم المعبد الكبير. وتعتبر هذه المعابد صورة من عظمتنا المصريين القدماء وقدراتهم في التصميم والتنفيذ الهندسي البارع الذي ما زال لغزا يحير العلماء حتى الآن. 2. معبد فيلة بجزيرة أجليكا. يعد معبد فيلة من أجمل وأهم معالم السياحة في أسوان، وله شعبية وجاذبية كبيرة على مستوى العالم، وقد تم إنقاذه من الغرق بواسطة مبادرة اليونسكو أثناء بناء السد العالي في سينيات القرن الماضي، ونقل من جزيرة فيلة إلى جزيرة أجليكا الواقعة جنوب بحيرة ناصر. وقد كانت عملية إنقاذ المعابد شديدة التعقيد استغرقت ما يقرب من 9 سنوات، وشارك فيها عدد كبير من دول العالم، واستخدمت فيها أساليب تكنولوجية متقدمة. يرجع تاريخ بناء المعبد إلى القرن الثالث لعبادة الإله إيزيس، ثم توالت عليه العصور اليونانية والرومانية والبيزنطية، حيث ترك كل عصر طابعه الخاص على جدران المعبد، حيث يشاهد الزائر الكثير من الأعمدة الضخمة والجداريات ذات الرسومات الرائعة. أما الوصول إلى المعبد سوف يكون من خلال رحلة مذهلة بالقوارب في نهر النيل، يتم فيها التقاط عشرات الصور للمناظر الطبيعية الساحرة. 3. السد العالي. يعتبر السد العالي من أهم مزارات السياحة في أسوان، وهذا البناء الضخم بجانب عظمة تصميمه وأهميته، فهو يحكي قصة كفاح ونضال الشعب المصري من أجل تحقيق حلم طالما تمنى تحقيقه، وكان أكبر تحد واجه للثورة المصرية في عام 1952، بالإضافة لاعتباره أضخم مبنى هندسي على مستوى العالم في القرن 20. ترجع أهمية السد العالي إلى دوره في حماية البلاد من فيضانات نهر النيل العاتية، والتي كانت تهدد البلاد في كل عام وتغرق مئات القرى، وفي سنوات قليلة الفيضان كانت البلاد تتعرض للجفاف ويهلك الزرع، وكان الحل في بناء للسد العالي الذي احتجز خلفه كميات هائلة من مياه الفيضان لتكون أكبر بحيرة صناعية عرفها الإنسان، لتنطلق المياه بقدر من خلال فتحات في جسم السد،
كشلال صناعي يدير عشرات التوربينات لتوليد الكهرباء، ومنها تدير عشرات المصانع وتنير مئات القرى. 4. المسلة الناقصة. تقع المسلة الناقصة في الجزء الجنوبي من المحاجر المصرية، وتعد من أهم مزارات السياحة في أسوان، حيث تمتد أطول المسلات المصرية على الإطلاق على الأرض في موقع إنشائها، لتكون شاهداً على دقة وقدرة الصانع المصري في التعامل مع الأحجار الجرانيتية العملاقة. ومن المرجح أن تكون هذه المسلة قد نحتت في عهد الملكة حتشبسوت، حيث أن معظم المسلات أنشئت في عصرها، ولكن ظهر شرخ في جسم المسلة مما أدى إلى التوقف عن إتمامها لتظل أثراً باقياً على الأرض. ويمكن للزوار مشاهدة العديد من النقوش للحيوانات والطيور المنحوتة على جدران المسلة والتقاط الكثير من الصور التذكارية. 5. متحف النوبة. تتمير السياحة في مصر بتعدد أنماطها بشكل مذهل، ولعل أبلغ دليل على ذلك هو متحف النوبة الذي يعتبر من أكثر معالم السياحة في أسوان تميزاً وإقبالاً من سائح العالم. فهذا المتحف يعرض جانباً خاصاً وهاماً جداً للحضارة النوبية القديمة، والتي تآخت مع الحضارة المصرية القديمة. أبدع في تنفيذه المهندس المعماري المصري محمود الحكيم، فنقل بكل أمانة ومقدرة الروح النوبية الأصيلة ومفردات الحياة فيها بشكل أذهل العالم، مستخدما الصخور البيئية المحيطة ومستلهما كهوف ما قبل التاريخ بنقوشها البدائية، ونماذج من البيت للنوبي بلمساته الفنية ونقوشه وألوانه المشرقة. كما حرص على تواجد لمسات من الحضارات المختلفة التي مرت عليها، فالمئذنة تعبر عن الحضارة الإسلامية، والمقتنيات العديدة التي تلقي الضوء على حياتنا النوبيين القدماء مثلنا الأواني الفخارية، والتماثيل الصغيرة من الطمي المحروق، والكثير من العملات والأواني البرونزية. وما زالت الحضارة النوبية القديمة مثار اهتمام الباحثين في العديد من دول العالم.